حب وأشياء أخرى، هكذا تتعامل هدى المفتي مع الشائعات العاطفية. بين الحين والآخر يصعد اسم الفنانة هدى المفتي في صدارة الترند في مصر لأسباب ليست فنية على الإطلاق، وإنما تتعلق بحياتها الشخصية وتحديدا علاقاتها العاطفية. وعلى الرغم من تكرار ارتباط اسم هدى المفتي وأحمد مالك خلال الأشهر الماضية والحديث عن علاقة عاطفية تجمع الثنائي، فإن هذه المرة اختلفت بعض الشيء بعدما حصل على مباركات رسمية من نجوم الفن تراجعوا لاحقا عنها. الفنانة مي كساب اختارت قبل ساعات أن تبارك على الملأ لكل من هدى المفتي وأحمد مالك، وكتبت عبر الانستجرام: مبروك يا حبايب قلبي، ربنا يسعدكم ويفرحكم، فرحانة عشانكم. إلا أن المطربة الممثلة حذفت كلماتها الرقيقة بعد دقائق قليلة من دون توضيحات، ما زاد من غموض وإثارة الموقف بين الثنائي أحمد مالك وهدى المفتي وحقيقة العلاقة بينهما. وكان في منتصف 2024 شارك أحمد مالك مع هدى المفتي بمسلسل مطعم الحبايب، ومجرد عرض الحلقات الأولى من العمل الجديد ازدادت الشائعات بارتباط عاطفي بين الثنائي، خاصة بعد ظهورهم سويا في أكثر من عمل فني. قبل ذلك شارك من قبل في 4 أعمال فنية بخلاف مطعم الحبايب، وهم رأس السنة في 2020، ومسلسل بيمبو في 21، وفيلم كيرة والجن في 22، ومسلسل تحقيق من نفس العام. وصلت الشائعات بين أحمد مالك وهدى المفتي لذروتها في شهر رمضان الماضي بعد ظهورهما سويا مع رامز جلال ببرنامج رامز جاب من الآخر، حيث لم تخلو الحلقة من تعليقات رامز الساخرة أمام الثنائي. والمحت هدى المفتي لمرة وحيدة عن سر تكرار ظهورها مع أحمد مالك قائلة: أنا ومالك أصدقاء على المستوى الشخصي، فهو ذكي وهادي الطباع، وأحب العمل معه جدا لأن طريقة تحضيره مختلفة جدا، بيتقمص الشخصية بطريقة تجعلك تراقبه. وأيضا كان في سنة 2022 طرح مغني الراب ويجز أغنيته الشهيرة البخت، التي حققت كثير من النجاح ووصلت لاحقا لأكثر من 300 مليون استماع بيوتيوب فقط. ولكن صدى الأغنية لم يقتصر فقط على كونها عملا غنائيا مميزا. الأغنية التي تحكي عن شاب يتعرض للرفض من الفتاة التي أحبها، قال المتابعين حينها أنها محاكاة لعلاقة ويجز بالفنانة هدى المفتي، وأن مغني الراب كان يرغب في الارتباط بها بعدما توطدت علاقتهما في كواليس مسلسل بيمبو وظهورهما سويا. تعمد الثنائي عدم الرد على كل ما ينشر في هذا الأمر لأكثر من 3 سنوات قبل أن يحسم ويجز الجدل بكلمة إخواتي التي هنأ بها هدى المفتي وخالد مختار بعد عرض مسلسل 80 باكو. ونشر ويجز عبر انستجرام صورة للثنائي بتعليق: ألف مبروك مختار وبوسي على مسلسل 80 باكو، فرحت لكم قوي علشان انتوا الاتنين اخواتي، في مقام بتلوين الكلمة الأخيرة باللون الأحمر. ولا تهتم هدى المفتي بأغلب ما يتم نشره عن حياتها الشخصية، فيما تكتفي في لقاءاتها التلفزيونية بالتمويه عن ضيقها الشديد من التدخل في حياتها بشكل مبالغ فيه. وقالت: في ناس بتسأل أسئلة محرجة عن حالتي العاطفية وحاجات مش خاصة بيهم، ما بحبش حد يتدخل في حياتي زيادة عن اللزوم بطريقة مبالغ فيها أو بشكل غير لائق. كما أكدت في تصريحات للإعلامية منى الشاذلي أن البعض عرض عليها ارتباط عاطفي وزواج، ولكن الأمر كان من طرف واحد، لافتة لأنها تخشى المسؤولية بشكل كبير ولا ترغب في اتخاذ خطوات رسمية في الوقت الحالي. وبينما تنشر الشائعات حول حياتها الخاصة، تتعمد هدى المفتي تجاهلها والظهور بأشياء أخرى، مثل ما فعل قبل يومين في ظهور تقارير تتحدث عن خطوبتها الرسمية مع أحمد مالك، بينما ظهرت هي تصنع الرافيليو، أحد أنواع الباستا الإيطالية المحشوة بالجبن.